النهاردة قصص اللي وعدتكم بيها وقصص حقيقية يا ولاد، علشان إن شاء الله انتوا تكونوا أحسن منها. استنوني بعد الفاصل. أول قصة معانا يا ولاد قصة أم محمد بتاعت جبنة القريش. ديت كانت بتعمل إيه؟ جوزها مات وساب لها 3 عيال، وهي ما معهاش أي حاجة تقدر تصرف عليهم. بكيلو لبن ولا ب2 كيلو لبن كانت تعملهم جبنة قريش وقعدت تبيع للي حواليها. الموضوع مشي معاها وابتدت تروح السوق بتاع القرية تبيع الجبنة القريش دي، وهي بتعملها مع عندها في البيت. شوية شوية كبرت، وبدل ما تكسب قليل في السوق بقت عندها 3 عربيات توزيع، وبقى عندها مصنع لصناعة الجبنة القريش، وبقى عندها ولا 30 ست تشتغل تحت ايديها. وبايه بأبسط الامكانيات، وحتى لو قعدت 3 سنين عقبال ما وصلت للي هي فيه دوت، برضو هي ابتدت وما قالتش انا عايزة امكانيات، وما قالتش المفروض ابدأ برأس مال كبير. ابتدت بالمتاح اللي عندها، وبقت دلوقتي اسمها ام محمد بائعة الجبنة البركة. تاني قصة بقى عندنا يا ولاد هي مين؟ هي بنت اسمها سارة، كانت من اسكندرية. كانت قاعدة في أوضتها الصغيرة مع أهلها، ومعاها موبايل شاشته مكسورة، والنت كمان فيه ضعيف، يمكن مباقة ولا حاجة. بس ابتدت تصور فيديوهات عن طريقة لف الطرحة ب3 طرق. ومن هنا ابتدت على التيك توك وعلى اليوتيوب وابتدت تتشهر. كانت بتكسب 300 جنيه بس في الأول، وشوية شوية استمرت إن هي تلف الطرحة بكذا طريقة وت- وتشير الفيديوهات دي. ابتدى دخلها يزيد وبقت ايه 2000 جنيه. وشوية شوية تاني بالاستمرارية بموبايلها دوت، السر في موبايلها اللي هو شاشته مكسورة. بس هي ايه ابتدت وما قالتش بقى انا ما عنديش امكانيات وما عنديش اي حاجة، وبدون اي رأس مال. ابتدت تتشهر، بقت عندها براند اسمه ايه حجابك تاجك او تاج حجابك. فسبحان الله، وفتحت بقى ايه مخزن في العتبة ولا مصنع في العتبة مش عارفة، وبتوزع على ناس كتيرة جدا، وبقى عندها براند طرح. ودلوقتي بتكسب ولا 60,000 جنيه ويمكن أكتر كمان. فالسر إيه؟ إن هي ابتدت بالإمكانيات المتاحة اللي عندها، وواحدة واحدة بتوصل. وهي ممكن تكون ما كانش على بالها أصلا إن هي تفتح براند ولا تعمل، هي مجرد كانت بتقول أفكار وابتدت من هنا. فده اللي أنا بقوله يا ولاد، إن أنت تبتدي ما تقوليش انا ما عنديش امكانيات، وممكن الفكره اللي انت تبتدي بيها توصلك لحاجات تانية ما تكونش على بالك. فلازم نبدا ولو بالامكانيات اللي عندنا. تالت قصه معانا يا ولاد هي قصه ايه الحاجه صباح. الحاجه صباح دي ملكه المخل. طب ابتدت ازاي؟ هي برضو جوزها مات وساب لها 3 عيال، وما معهاش فلوس، يمكن 200 جنيه ولا حاجه. ابتدت من بيتها. هي كانت بتعرف تعمل مخلل حلو قوي، كانت تعمل برطمانات المخلل وتبيعها لجيرانها. طب وجيرانها من حلاوة المخلل بتاعها وشطارتها ابتدوا يقولوا لجيرانهم، وابتدت توزع أكتر وتعمل مخلل أكتر وأكتر. طيب الحاجة صباح دي بقى وصلت لإيه؟ بقى عندها 12 سوبر ماركت لبيع المخلل بس، وكبرت وعندها وربت ولادها، ومنهم واحد طلع دكتور والتاني مهندس. طيب السر في ايه بقى؟ ان هي ما قعدتش وتقول انا ما اقدرش ومش عارفه اعمل ايه ولا اسوي، وابتدت من بيتها حسب ظروفها، وحسب ان هي عايزه تربي عيالها، وان هي مش متاح ان هي تخرج بره البيت. من بيتها تقدر تعمل اللي هي تقدر عليه وبأبسط الإمكانيات. وطالما النية كويسة وإن أنت عندك هدف وإرادة، والله بتوصلي. وتستعيني بالله وتدعي إن التوفيق من عند ربنا، وإن الرزق ده بتاع ربنا. المهم أنت تبتدي وتسعي، وربنا هيكرمك آخر الكرم. ما تقعديش تعيطي على حظك وتقولي أنا ما معيش فلوس، أنا مش عارفة أخرج أشتغل زي بقية الستات، وقتي كله لعيالي ولبيتي. خلاص ابتدي من بيتك ولو بأبسط الأشياء. وده كله بقوله يا ولاد علشان خاطر ايه؟ علشان انت تكوني بنفسية كويسة. لما يكون عندك دخل هتكون نفسيتك كويسة ومشاكلك هتتحل وبالمتاح عندك واللي تقدري عليه. مش قادرة تسيبي بيتك وتنزلي تقعدي تربي ولادك وتراعي بيتك وتشوفي كل امورهم وكمان امور جوزك وتراضيه، وكل حاجة تبقى تمام. ونجاحك طبعا بيبتدي من بيتك، في ولادك وفي حياتك الأسرية.
بعد كده بقى تبتدي أم محمد كان معاها بتعرف تعمل الجبنة القريش، سارة اللي بتلف طرح عرفت تستخدم موبايلها المكسور وتبدأ، وصباح عرفت تستخدم شطارتها في عمايل المخلل وكبرت وربت ولادها. طيب انت اكيد عندك حاجة بتعرفي تعمليها، ومش لازم تكوني شبه حد ولا تقلدي حد، اكيد هتلاقي نفسك، لان احنا في زمن صعب جدا مهما كان جوزك بيصرف سواء حلو ولا وحش لازم يكون ليكي دخلك ونجاحك الخاص. يعني بالفلوس احنا بقينا في زمن فلوس بتتحل كل حاجة، ونفسيتك هتكون كويسة لما تنجحي وتربي عيالك احسن، وولادك لما يشوفوكي ناجحه هيكونوا ناجحين، وهتساعدي نفسك وتخرجي من دايره الهموم، تطلعي طاقتك دي بدل ما انت تقعدي زعلانه وعماله تقولي ده عمل ده سوى وشوفي دول ودول ولا تركزي مع حد ولا مين بيضايقك ولا مين مش بيضايقك، سيبك من كل الناس وابتدي انت، ابتدي طلعي طاقه التفكير دي مش في الهم والحزن، طلعيها في الشغل وان انت تقدري تعملي وتقعدي شهر اتنين تلاته بس اكيد هتوصلي، اكيد يا حبيبتي هتوصلي. فاستعيني بالله ابتدي بفكرتِك، وما تقوليش ما عنديش إمكانيات، وما تقوليش ظروفي، وسيبِك من أي حد بيضايقِك، دُولة كلّهم كده على جنب، ولا تستعني بأي شيء، ركّزي مع بيتِك وولادِك، وإزاي تنجحي في بيتِك، وإن شاء الله هتوصلي. وطبعًا أول حاجة يعني لمّا تنجحي في رضا زوجِك، وإن أنتِ تتوصّلي إن أنتِ تصلحي البيت ده، بناء البيت مش بالسهل، مش بالطوب والأسمنت والحاجات دي، لأ، ده بالشطارة وبالست الشاطرة، وإن هي تعمل على استقرار بيتها، وبالراجل والست كمان، ولو جوزِك على قدّه وهي دي إمكانياته ما تقعديش بقى تلعني الظروف، وشوفي الرجالة الشاطرة بيعملوا إيه، وشوفي الرجالة بيسووا إيه، لأ ما لكيش دعوة، ابتدي بنفسِك، لو أنتِ بجد لو أنتِ بجد ست شاطرة هتقولي مثلًا اللي نجحوا دول أحسن مني في إيه، واللي ابتدوا دُولة أحسن مني في إيه، ما فيش حد أحسن من حد، كل واحد فينا عنده قدرات خاصة بيه هو، مش لازم أقلد حد زي ما قُلنا. بس هتعرفي نفسِك إزاي، تجرّبي حاجة، نفعت ماشي، ما نفعتش خلاص، أجرّب اللي بعدها واللي بعدها لغاية لمّا أوصل لإمكانياتي أنا وشخصيتي أنا وأفكاري أنا، وإن شاء الله هتقدري يا حبيبتي، وما تيأسيش من أول مرّة ولا تاني مرّة، يعني هنديكِ أمثال كتير جدًا ونحكي حكايات كتير جدًا عن ناس أنتِ أكيد سمعتِ عنّهم، إن هُم مش من أول مرّة بينجحوا ومش من أول مرّة كده أبدًا، بس بالصبر الهدف وبالإرادة توصلي. بس أنا من رأيي إن أنتِ تبتدي من دلوقتي ومش كلام تنمية وبشرية وخلاص، لا، ده بجد ولازم يكون القرار من جواكِ أنتِ، وتبتدي أنا دايمًا مقتنعة أبتدي ببيتي. أصلّح اللي فيه، اللي مضايقني أعمله، أبتدي بكل حاجة أنا عايزاها أحققها جوّه بيتي أعملها، وولادي طبعًا أول حاجة، ورضا زوجي، نجحت في دُولة كويس أوي وركّزت في حياتي، ما تركّزيش مع حد، وفلانة جابت وفلانة عملت وفلانة بتسوّي ودي بتشتغل وقادرة تنزل كل يوم، أصل جوزها متفهّم للموضوع ده، أصل جوزها بيساعدها، أصل، مش هنخلص ومش هتخرجي من الدايرة ديّة لو أنتِ قعدتِ تقارني نَفْسِك بأي حد. أنتِ حكايتِك خاصة بيكِ أنتِ، أنتِ ليكِ حكايتِك الخاصة بيكِ أنتِ، كل واحد ليه حكايته وليه قصته في الحياة، بس مين بقى الشاطر اللي بيستخدم بقى إمكانياته وظروفه ديّة ويصنع منها أحلى حياة، ودي طبيعة الحياة، إحنا ما جيناش كده وخلاص يعني عشان خاطر نكون منعمين، لأ، عشان كل واحد يطلّع اللي عنده بأحسن حاجة وبأحسن يعني بأسوأ الظروف كمان. طيب لو أدّيكِ مثال، زي مثلًا الملكة هيام اللي هي بتاعة حريم السلطان ديّة، في المسلسل، شُفتِ يعني خطفوها وجابوها بلد غير بلدها، ومن غير أهلها، ومن غير أي حاجة، وناس بتضطهدها وكده، بس هي وقفت وما استسلمتش وابتدت تعرف قوانين القصر إيه، وابتدت تفهم وتغلط وتصلّح غلطها وتتعلم لغاية لمّا وصلت بقت إيه، ها، هي الكل في الكل، بغض النظر بقى إيه عن أي حاجة، واستخدمت بشطارتها عشان توصل، استخدمت جوزها اللي هو السلطان، يعني بالرضا وباللين وبالمسايسة وقدرت صح والّا مع إن عنده options كتير وعنده حريم كتير وعنده. هي أشطر منِّك في إيه؟ هي من غير أهل ومن غير ما عشان ما تقعديش تقولي ما فيش حد سندي، ما فيش حد بيقف جنبي، ما فيش، لأ،
هي من غير أهلها وفي بلد غير بلدها ومع ناس بيضطهدوها ومش بيحبوها، لكن هي عملت الحلم بتاعها وابتدت تسعى له، وكانت بتغلط وتقوم وتتعلم وتشوف هتصلّح الغلط ده إزاي، لغاية لمّا وصلت لهدفها، وكانت هي الشاطرة اللي ما استسلمتش لا للظروف ولا أي حاجة، بغض النظر بقى عن قصر مش قصر، بس كل حاجة فيها مصاعب وكل حاجة فيها متاعب. والشاطر هو اللي يستخدم المصاعب قبل الحاجات الكويسة كمان، ويسخّرها لمصلحته. فأنا يا حبيبة قلبي جاية أقول لِك من هنا إن شطارتِك أنا واثقة إن أنتِ شاطرة، وإن بشطارتِك إن شاء الله هتوصلي، وما تقعديش تلعني الظروف، وإن أنتِ تقدري إن شاء الله بأمر الله وبعون الله، وأكيد فيكِ حاجة حلوة. حبيبة تيتة مش عايزة أشوفِك زعلانة ولا مهمومة ولا بتلعني الظروف ولا أي حاجة، ابتدي و وب و وإن شاء الله توصلي وتكتبي لي في الكومنتات يا حبيبتي إن أنتِ قدرتِ ووصلتِ وحاولتِ وإيه النجاح اللي أنتِ وصلتِ له، وطمنيني عليكم علشان أنا باحبكم جدًا وعايزاكم إن شاء الله تكونوا في أحسن حال يا حبايب تيتة. لو عجبِك الفيديو دوسي لي إعجاب و واشتركي في قناتي وفعّلي الجرس عشان خاطر إن شاء الله الفيديوهات الجاية كلّها تبقى ليكم، ولو أي حد عنده قصة أو حكاية يقولها لي وأنا هاطلع في فيديو مخصوص أقولها إن شاء الله. حبايب تيتة وإن شاء الله أشوفكم بأحسن حال من نجاح لنجاح. حبايب تيتة.